والله عال سلاف فواخرجي كانت واقفة مع نظام الأسد هو عم يفرم شعب كامل، ما حدا فتح تمه بشي. هلأ لأنه فصلوها من النقابة صارت شهيدة حرية الرأي. حرية شو يا سيدة سلاف؟ حرية شو؟ ما أنتي كنتي حرة بتبرير الجريمة، كنتي حرة بتلميع صورة الجزار، كنتي حرة بكل هذا الشي، وضليتي حتى بعد ما سقط، حتى بعد ما هرب، ضليتي لسه عم بتلمعي صورته كأنه مدفعلك. وهلأ لما تم اتخاذ أول إجراء في مساره الصحيح بحقك، على أمل اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة في حقك أنت وكل من ينكر على الشعب السوري المجازر والإبادة التي تعرض لها على يد بشار الأسد، صرتي هلأ تتبكبكي، علقوا لك سيرومات ما شاء الله، يعني مرضتي. صار بدنا نعمل حملة تعاطف معك أنت وأمثالك. وأخيرا من يقف مع الجلاد لا يحاضر علينا بالحرية، الكل المتعاطفين مع سلاف فواخرجي وأمثاله، إذا أنتم متعاطفين مع بني آدمة أو بني آدم صفق للجلاد يوما ما، دعم المجازر والقتل يلي صار بحق السوريين، إذا أنتم فعلا واقفين وبتدعموا هيك شخصيات، ففعلا أنتم محتاجين لإعادة تشغيل ضمير. سلامتكم.